الجاثروم. تخيل معايا إنك تبقى في بيتك ودخلت تنام على سريرك زي كل يوم، وفعلا تنام، بس فجأة وبدون أي مقدمات تقلق تبص في ركن الأوضة بتاعتك، تحس إن في خيال لحد واقف هناك ومراقبك. انت فعلا شايفه، بس مش عارف إنك تحاول تقوم تشوف في إيه، وتحس ولا كأن جبل فوقيك. تحاول تحرك إيدك، تلاقي نفسك مش عارف حتى تحرك صباعك. تبص جنبك تشوف لو حد يلحقك، بس مش لاقي. تحاول تصرخ، وفعلا تصرخ، بس من غير صوتك مش قادر حتى يطلع. وتلاقي الخيال اللي في ركن الأوضة بتاعتك ابتدى يبص ليك، وساعتها بتتأكد إنك مش لوحدك في الأوضة. ساعتها بتفقد أي أمل للنجاة، وتفتكر إن ده أكيد حلم، بس للأسف ده مش حلم، ولا حتى كابوس، ولا عفريت واقف في آخر الأوضة مستني هلاكك. ده الجاثروم. كمل معايا الحلقة للآخر علشان تعرف كل حاجة عن الجاثروم وإيه قصته من البداية. بس في الأول كده بقى ما تنساش اللايك والشير والاشتراك في القناة، واكتب لينا في التعليقات إيه رأيك في المحتوى اللي احنا بنقدمه. وعموما بلاش نطول كتير، خلونا نبدأ. أنا إسلام سيد، ودي قناة صندوق الدنيا. بص يا سيدي، الجاثروم بالكائن الغامض اللي عاش في كوابيس البشر لمئات السنين، هو اللي سبب لينا كلنا الرعب، واللي فيه ناس من كتر ما اتكررت معاهم الظاهرة دي بقوا حتى يخافوا انهم يناموا. والجاثروم ليه اسم تاني وهو شلل النوم، ودي بقى بتبقى مجرد حالة بيكون فيها الشخص واعي كويس جدا، بس مش قادر يتحرك أو يتكلم، وبيحس بتقل كبير جدا على صدره، وكأنه محاصر من حاجة هو مش شايفها، وكأنه جوه صندوق إزاز. وبيفضل الشخص على الحالة دي فترات متفاوتة، ممكن ثواني، أو في بعض الظروف السيئة جدا ممكن توصل لدقايق. وفي اللي الموضوع مش بيقف معاهم لحد هنا، لأ، دول كمان ممكن يسمعوا صوت همسات مش مفهومة. والعلماء فسروا الجاثوم على إنه اضطراب بيحصل لما العقل بيستيقظ قبل الجسم نفسه، وبيكون الجسم لسه في مرحلة شلل النوم العميق. لكن هل دي القصة الحقيقية الكاملة، ولا في قصص تانية واللي فعلا بنلاقيها بتتكرر في ثقافات كتير لشعوب مختلفة، واللي بتوضح إن في بعد تاني للظاهرة دي، واللي بتخلي العلم فعلا مش قادر يفسرها. وخلال التاريخ هنلاقي إن في كتير حاول يفسرها. فمثلا في العالم العربي يعتبر الجاثوم بأنه كائن شرير بيجلس فوق صدر الإنسان ويمنعه من الحركة، واللي في الغالب بيبقى مرتبط بالجن والأرواح. فمثلا في العالم العربي يعتبر الجاثوم بأنه كائن شرير بيجلس فوق صدر الإنسان ويمنعه من الحركة، واللي في الغالب بيبقى مرتبط بالجن والأرواح الشريرة. وفي أوروبا معروف باسم إنكوباس، وهو الشيطان اللي بيجي بالليل علشان يعذب البشر وقت نومهم، واللي كان مرتبط عندهم إن ليه علاقة بالساحرات والأرواح الشريرة. وفي المكسيك كان اسمه الموت الصغير، واللي كانوا بيعتقدوا إنه نذير شؤم أو علامة على قرب الموت. وفي اليابان اسمه كانشيباري، واللي بيقولوا عليه إنه روح انتقامية بتيجي علشان تخنق ضحاياها. وفي الثقافات الإسكندنافية كان اسمه مارا، وهو الروح الشريرة اللي بتجلس على صدر النائم علشان يحلم بكوابيس. وعلى فكرة في بدل القصة 1000 قصة وقصة عن ناس حقيقيين حكوا تجربتهم مع الجاثروم. منها مثلا قصة سيدة واللي كانت بتمر بالظاهرة دي بشكل متكرر، وفي كل مرة كانت بتشوف وجه قبيح مشوه بيبص ليها من السقف. وفضلت فترة مش لاقي حل لحد ما سألت شيخ وقال لها إن تقرأ قرآن قبل النوم، ولما عملت كده فعلا اختفى الجاثروم. والسؤال هنا، إزاي أقدر أتخلص من الجاثروم؟ وبالرغم من إنه تجربة مرعبة، ولكن في بعض الطرق اللي ممكن تحميك منه. منها مثلا النوم المنتظم، وإن قلة النوم أو الإرهاق بيكونوا سبب رئيسي في حدوث شلل النوم. وكمان التوتر والقلق عليهم دور كبير جدا في ظهور الظاهرة دي. وقبل كل ده الجانب الديني زي قراءة القرآن أو الأدعية قبل النوم هتحميك تماما من الظاهرة دي. وفي الآخر بقى قول لنا رأيك، لسه شايف إن الجاثوم مجرد وهم، ولا ابتديت تقتنع إنه فعلا موجود؟
في آخر الحلقة بقى ما تنساش بقى اللايك والشير والاشتراك والكلام الجميل ده كله، واستنونا في حلقة جديدة من قناة صندوق الدنيا.